طبعا بعد غسيل اللحم الحين راح نخليه بس يطبخ يفوح عشان تطلع الزفرة ونطبخ على أنفاس طرابزون. حالة الزفر نحط المنكهات: بصل، ثوم، زنجبيل، لومي أسود، دارسين، نص قفشة بهارات كويتي، بعد شنو فيه؟ هسه أمور طيبة وهيل بعد راح ذكرته. بسم الله. والحين أسكر الجذر غطاء بعد 40 دقيقة إن شاء الله. نسيت أصور لكم بعد ما فحنا شو اسمه اللحم حطيته بالفرن. الحين أقلبه شوي. الماي اللي هني مروق اللحم أحطه هني في الجدر هذا عشان أحط العيش هذا ويطبخ. الحين أحط العيش المنقوع. حطيت الحشو مع العيش عشان ياخذ ريحته. شافوا ريحته. النتيجة النهائية: العيش مجبوس لحم.